السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم أكلة اقتصادية من القوانص بتاعة الفراخ. طبعا مش شرط تعملوا بالقوانص، لو في حد عنده لحمة مفرومة ممكن يعمل يستغنى عن القوانص ويعمل باللحم المفروم. ولو في حد عنده صدر فرخة برضه يستغنى عن ده وده ويعمل بصدر الفرخة عادي، مفيش مشكلة. المهم ان الوصفة واحدة وحطوا اللحمة او اللحوم اللي انتوا تحبوها. انا عملتها النهارده ب3 قوانص كانوا عندي في الفريزر كده، طلعتهم وعملت بيهم غدوة حلوة لولادي عجبتهم جدا جدا. ان شاء الله هشارككم الوصفة وهنبدأ بالتفاصيل والمكونات، هي مش حاجات كتيرة. وهنقول على طول. معانا بطاطساية حجم كبير قوي، انا يعني بدل بطاطسيتين انا كان عندي بطاطساية بس الحجم بتاعها كبير. لو البطاطس عندكم حجمها صغير استعملوا 2. معانا 3 قوانص، القوانص نغسلها كويس بالمية والخل والملح علشان ريحة الزفارة ما تكونش فيها. اهم حاجة ان احنا نغسل القوانص والقلوب كويس جدا. طبعا كل قناصة بيجي معاها قلب، فاحنا هنعمل 3 قوانص و3 قلوب، تمام. وهنبدأ كده نقطع القوانص قطع صغيرة، ناخد اللحم اللي فيها بس ونرمي او نسيب الحتة اللي هي البيضة دي اللي هي دايما بتكون جامدة، يعني ما بتستويش بسهولة اصلا. فاحنا بس هناخد اللحمة اللي في القناصة. على فكرة يا جماعة القناصة هي عبارة عن لحمة برضو، يعني مش حاجة يعني يعني هي حاجة عادية، مش مثلا دم زي الكبدة ولا حاجة، لا. القناصة هي عبارة عن لحمة، تمام. بس أهم حاجة نغسلها كويس. هنبدأ بقى ايه، نقطع بصلاية برضو كبيرة في الكبة مع البطاطساية، وهنقطع كمان نص قرن فلفل حامي، وهنحط حوالي 5 أو 6 فصوص من التوم علشان ريحة برضو ايه القوانص، تمام. ونبدأ بقى نضرب المكونات دي كلها كده في الكبة بتاعتنا ضرب ناعم جدا على قد ما نقدر. هي القناصة هتاخد مننا شوية ضرب شوية يعني، أو شوية فرم شوية، مفيش مشكلة. وبعد كده طبعا البطاطس مش مسلوقة، البطاطس نية بس، يعني مش مسلوقة. وحطيت حوالي كام عود كده من الشبت وكام عود من الكزبرة وكام عود من البقدونس، شوية صغيرين من كل حاجة كده. وكان عندي مكرونة في التلاجة بايتة يعني، طلعتها أخدت منها حوالي 10 صوابع من المكرونة كده، حطيتهم برضو في الكبة. بتطري المكونات دي وبتديها برضو ليونة حلوة. اللي حابب يستغنى عن المكرونة يشيلها، ما فيش مشكلة، اعملوا بس بالإيه، اعملوا بالبطاطس والبصل زي ما انا قلت لكم كده، تمام. شايفين كده انا قعدت صراحة فرمتها فرم ناعم، حاولت معاها على قد ما اقدر يعني، ولغاية لما نعمت معايا الى حد ما. بعد كده ما تقلقوش، هي مش هتفك مننا ولا اي حاجة. انا بقول لكم ان اتبقى مني شوية من المكرونة وكام قطعة من البطاطس، لو حابين تحطوهم زودوهم، لو مش حابين خلاص كده ان كان كفاية الكمية اللي انا عملتها. طبعا حطيت كيس من مرقة الدجاج زي ما انتوا شفتوا كده، وحطيت حوالي 5 أو 6 معالق من البقسماط الناعم اللي هو العيش الفينو. دايما لما بتبقى عندي عيش فينو أنا بفرمه وبحط، بكون حطاه عندي في كيس كده، هو ده البقسماط. أنا ما بشتريش بقسماط من بره. طبعا لو ما عندكوش ممكن تشتروا بقى ايه بقسماط، او تحطوا مثلا نشا او دقيق زي ما انا حطيت كده. اهم حاجة ان البقسماط او النشا او الدقيق وظيفته ايه، عشان يشد السوائل اللي جوه الوصفة او جوه المكونات، بحيث تكون متماسكه مش لينه خالص، تمام. احنا بقى حطيت حوالي برضو 3 أو 4 معالق من الدقيق، حطيت شويه فلفل اسود، حطيت شويه ملح، وباكل مرقه الدجاج، حطيت شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، وقعدت قلبت المكونات دي على بعضها. وطبعا حطيت برضو حوالي معلقتين او 3 من الزيت علشان العجينه كانت برضو طريه شويه كده، عشان ايدي تفصل من العجينه، تمام. يبقى لغاية هنا أنا ماشية معاكم كده إيه مظبوط. نبدأ بقى إيه نشتغل في الوصفة بعد ما خلاص بدأت تكون شبه مظبوطة، يعني بصوا مش طرية ومش يابسة جامد. أنا بوريكم كده بضغط عليها بإيدي، بقول لكم هي ما بتلزقش في إيدي كتير يعني. هنبدأ بقى نجيب شوية من الزيت في طبق كده، نلم الحاجة اللي احنا خلصناها أو اللي احنا مش محتاجينها، ونجيب شوية من الزيت معلقتين بس كده في طبق. ونبدأ بقى ايه نصبع الكفتة بتاعتنا. ممكن تصبعوها صوابع صغيرة زي ما أنا بعملها كده، وتحمروها وتحطوها في صلصة زي ما أنا هعملها. وممكن بقى تعملوها زي البرجر كده بالظبط، برضو دي هحمرها والولاد هياكلوها كده من غير صلصة. يعني أنا هعمل من الوصفة نوعين، نوع بصلصة ونوع هياكلوه زي البرجر كده بالظبط. اللي انتوا حابين تعملوه اعملوه، والنوعين احسن من بعض صراحة.
طبعًا النوع اللي هيتعمل بصلصة دوّة هنعمل جنبه حبّة رز أبيض تمام، والنوع التاني اللي هو اللي عامل زي البرجر دوّة ممكن تعملوا معاه شوية مكرونة أو تجيبوا عيش كايزر كده وتحشوا للولاد معاها مثلًا كيس كاتشب والّا حاجة، وبرضه هتنفع وجبة وهتكون جميلة جدًا. تمام، هنبدأ بقى نحمّر كده اللي هو شكل الدواير أو القرص دوّة اللي هو عامل زي البرجر كده، هنبدأ بقى نحمّره كده بالشكل اللي أنتم شايفينه، شوفوا أخد اللون الدهبي، لونه جميل والله العظيم وطعمها كان جميل جدًا، جدًا، جدًا. وهنبدأ بقى نحمّر الصوابع اللي هي التانية اللي هي الكفتة العادية بتاعتنا، ممكن كمان تزوّدوا الخضرة لو أنتم حابين، تمام، أنا حطيت شوية صغيّرين من كل حاجة، يعني أنا مش عايزاها تكون خضرا ومش عايزاها تكون فاتحة يعني أو بيضا. هنبدأ بقى نحمّر هنا وهنا، يبقى أنا باورّيكم الشكلين أهو، آدي اللي إحنا الولاد هياكلوه بالعيش الكايزر، وآدي الشكل التاني اللي أنا هاحطه في صلصة برضه للي عاوز ياكل الناحية التانية. فطبعًا بعد ما حمّرت خلاص اللي هو شكل اللي هو البرجر كده، بنطلّعه كده على طبق يكون عليه شوية شبت وبقدونس وبنرصهم، واللي هو هنحطه في صلصة برضه بنحمّره كده كويس، ما بنحمّروش جامد يعني بندّي له بس لون دهبي. بعدين بننزل بقى بالصلصة بتاعتنا اللي هي إيه عبارة عن إيه حوالي 4 فصوص من التوم، بنصفّرهم كويس في شوية زيت كده، وبعدين ننزل بالصلصة بتاعتنا أول ما تتسبِّك، بننزل بالكفتة وعليها شوية من الشوربة، لو ما فيش شوربة ممكن تحطوا مَيّة عادي وحتة مرقة دجاج فيها. لو أنتم حابين، لو مش حابين يبقى شوربة زي ما أنا عملت، تمام، أنا بقى باورّيكم كده إن أنا خلاص صفّرت التوم أهو وحطيت شوية الصلصة، وبعدين في شوية شوربة عندي أنا كنت غالياهم برضه وحطيت على طول الكفتة ونزلت عليها بالشوربة، وسِبتها تاخد غلوتين حلوين كده لغاية ما تقلت معايا وبقى شكلها زي ما أنتم هتشوفوها في الآخر. صراحة كانت الوجبة أو الغدا بتاعنا النهارده كان جميل جدًا، جدًا. عملت هنا بقى إيه، شوية رُز أبيض بس، هُم الولاد أكلوا الكفتة اللي بالصلصة بشوية رُز أبيض، وده كان غدانا النهارده، ودي كانت الوجبة بتاعتنا، شوفوا ما شاء الله من 3 قوانص و3 قلوب طلّعنا كمية قد إيه، ما شاء الله جميلة جدًا وكانت طرية وهتشوفوها دلوقتي وأنا باقسمها بالشوكة، كانت طرية طرية مش ناشفة ولا حاجة، لإن المكرونة مدياها نسبة ليونة، طبعًا هي البطاطس والمكرونة أصلًا مش يعني هي حاجة نشويات خفيفة مش ناشفة يعني زي الرز ولا كده. طبعًا هو ده الوصفة بتاعتنا النهارده، لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسونيش بلايك حلو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وإن شاء الله هيشوف كل جديد، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، مع ألف سلامة يا حبايبي، مع السلامة. طبعًا ده شكل اللي هو التاني، لو أنتم حابين تاكلوه مع عيش كايزر كده وكاتشب.